ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللي اول مره تشوف بيتك بسيط وفطوبه ما ينساش تدوس على كلمه اشتراك ويفعل الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. متشيكه ورايحه كده فين يا فطومه؟ بصوا انا رايحه اتمشى شويه في نفس الوقت. كنت انا جبت الغواشي الحلوه دي، فطبعا انا ما رضيتش اصورها لكم واوريها لكم الا لما اجربها الاول. زي اي حاجه بحب اجيبها اجربها الاول، الاقيها حلوه وجميله فبقول لكم عليها. تمام. طبعا انا غسلت بيها مواعين، غسلت بيها قرور بقى وسجاد والكلام ده كله، فلقيتها ايه يعني بتدوي حلوه وفي نفس الوقت مش بتاثر على الجلد. يعني انا فكان لما البس اكسسوارات وحاجات زي كده كانت بتعملي فوران في جلدي وتخليني ان انا ايه اهرش منها وكده. فانا جبتها قلت ان انا ايه اجرب واشوف استعمالها ايه واشوف انا كمان هل جسمي هيستقبلها ولا لا. تمام. فصراحه لقيتها جميله جدا وممتازه وعجبت هبه. طبعا انا كنت جايبه لاختي ام ملك منهم. بصوا كده هي من قرب عاملين ازاي، شكلهم حلو قوي في اللبس، شكلهم جميل جدا. انا بحب الاكسسوارات وبحب الحاجات دي، فهبه حبيتها صراحه وقالت لي ايه انا عايزه منها، فانا هعمل لها مفاجاه النهارده. هوريكم المكان اللي انا بجيب منه والعنوان فين، واجيب لهبه واجيب لهاجر. طبعا هاجر تبقى بنتي الثانيه برتبني، ربنا يفرح قلبها ويرضيها يا رب. بس انا سالتها بتلبسي الحاجات دي يا هاجر وليكي فيها؟ قالت لي اه يا ماما جميله انا هلبسها. فانا هجيب لها زي ما هجيب لهبه. فتعالوا كده نشوف، ممكن نجيبوا حاجه ثانيه ونشوف الدنيا فيها عامله ايه. قولوا كده ايه رايكم فيهم؟ ثواني. يلا بينا، ما تنسوش تعملوا لايك وقولوا لي ايه رايكم في الطقم ده. الطقم ده جبته مخصوص لما رحت للمدينه المنوره، رحت ازور الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، فرحت جبت اللون الجميل ده عشان ايه ازور بيه. بس كانت الطرحه لون بيج. صباح الاوتفيت بتاعي دلوقتي بدور على الحاجات الواسعه عشان مش حاجه داخله دلوقتي. هنروح نشوف لنا حاجه واسعه للبس عشان احنا ضربنا خالص، وانا كمان زدت بالقعده الحلوه الجميله دي، ضربنا بطريقه فيا رب نلاقي حاجه مناسبه لينا كده احنا الاثنين. بصوا هو صراحه احلى حاجه فيه ان هو ايه حشمه وواسع، فعجبني في كده ان هو واسع وبرح، والقماشه بتاعته كمان طريه جدا. ده كنت جايباه من المنشيه، يعني لو ما لقيناش هنا ممكن نجيبه من المنشيه. ممكن الواحد يجيب النوعيه دي بقى، ما هو ده هي حلوه واسعه وباري كل الدفوهات اللي موجوده. يلا ما تنسوش تعملوا لايك. ايه نزلنا النهارده، الجو فيه نسمه هوا جميله. امبارح كان الجو حر جدا والجو كان كاتمه، فالنهارده الحمد لله الجو حلو. هوا بتراب، رحمه كانت بتقول الجو بتراب، بس دلوقتي عشان اخر النهار الجو حلو. بس لسه برضه موضوع البحر ما حدش هيقدر ينزل دلوقتي، الجو اتقلب دلوقتي اهو. انا في ناس بتنزل، انا بشوفهم على التيك توك وماسكين الميه. امبارح انا كان عايز الميه، امبارح كنا عاملين زي الكتاكيت. بصوا يا بنات وصلنا لعجمي ستار في البطاش. هنخش بقى نوريكم المحل ونشوفوا كده ايه الاسعار والموديلات والحاجات جميله جدا. في نفس الوقت قلت ايه اتمشى شويه واغير جو. خلاص هتنزلي بالسلم ولا هتتمشي الاول كده؟ هنتمشوا شامين ريحه البخور. واقول لكم بقى ايه ريحه البخور ايه، ريحته حلوه قوي. عنده جميع المكياجات وما عندوش بلسم، لا هو برفانات ومكياجات بس. حلوه الطقمه دي صيفي بقى، هدوم الصيفي. خلاص الصيفي طلع. هنلاقي عبايات قدي؟ لا مش كل مره نيجي هنا ما بنتمشاش ما طلعناش. بنروح عند فتح الله نجيب حاجتنا منه وبعد كده ايه ننزل نروح. فبقى لنا فتره ما طلعناش هنا في اول دور. طبعا ما طلعناش نفس الدور، احنا بننزل تحت الفتح الله، لكن احنا عاملين ترفيه للاولاد. في سينما هنا وفي سينما كمان موجوده فوق، عنده مكسرات ومكسرات. فتدوقي بقى، تعالوا شجعوه ايس كريم وهاتي منهم الحاجات الحلوه. على التيك وهو عنده ايس كريم ومقرمشات. اول ما تخش هنا هتلاقوه كل حاجه.
وهنا العيال بقى بتلعب. بقول لكم في فضيات هنا، تعالوا نروح نتفرج على الفضيات. يلا بصوا. وهنا كمان ده في اول دور. الله على الجمال. بصوا يا بنات، عنده بقى ايه ده محل تاني ده غير اللي انا بنجيب منه. بصي دي مربعه ولا مدوره؟ مستطيله كده مدوره، غير مدور. حلوه قوي برضه شكلها. ايه حلو برضه سيليستين. شوفيها. طب بيبيعها بكام اللي هي دي كده؟ طبعا هوريكم المحل اللي احنا بنتعامل معاه. بس لما جينا هنا في اول دور لقينا هنا عامل خصم 50% على ستانلس ستيل. ويوجد سلاسل باسماء وصور. واحده 120 65 2 120 3 150 يعني واحده ب 50 لو خدتي الثلاثه مع بعض. بصوا الموديلات شكلها عامل ازاي. ده كل ده سيليستين. كله طالع في الاكسسوارات على فكره دلوقتي من ساعه كتر ما الدهب خلاص ضرب ضربه رهيبه. وعملوا الشغل كمان السعودي اهوت زي ما انتم شايفين اهو موجود بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. كل ده ستانلس ستيل. في اساور بقى باشكال وبفصوص. سلاسل بالاسامي بحروف الاسامي. بصوا الخواتم كمان جميله جدا. سعر الجمله برضو الخواتم حلوه قوي. حلوه قوي. شكلها حلو. وبص اللي هو الاسود ده كمان شكله حلو جديد ده. بصي هنا الموديلات اللي هو الاسود برضه شكله جميل اهو وابيض. في الوان كتير. اول مره اشوفه تقريبا. ده فتح جديد ولا انا عشان كنت بطلع فوق؟ لا ده هو فات، بس احنا ما جيناش هنا بقالنا فتره كبيره. كنا دايما بننزل المحل اللي هو تحت. يلا بينا. فتحة الله يبقى قدام منكم كده وتلف يمين. تمام. جنب ابو صلاح بتاع الموبايلات. فده المحل هدايا ستار. هدايا ستار للذهب الصيني. طبعا هو عنده جميع الحاجات بقى اللي هي ايه السيليستين. ما عندوش. شكلها خلصت. عنده 4 باينهم. شكلها خلصت. هو باعهم. فاضل 4. فيلا تشوفوا كده الدنيا فيها ايه. بصوا يا جماعه ده المحل اهو ما شاء الله. عنده كمان فضه. عنده فضه رجالي وحريمي. بصوا بنات الغوايش اهي. بصوا دي شكلها هي مش لونها فاقع قوي. لونها كده هادي وجميل جدا. مش بتأثر بقى لا بالفرور ولا بالبسيل ولا حاجه زي ما انتم شايفينهم كده معايا. دول انا كنت جايباها من السعوديه اللي هما الاثنين دول. كنت انا شاريهم من السعوديه. حطيت واحده كده وواحده كده. بس دول صغيرين على اللي معايا. دول قد انا يدخلوا بالعافيه. عنده بصوا الخواتم. بصوا كل الموديلات. ده السيليستين ده حاج. كله ده ستانلس. الخاتم صيني. ده بصيني سعودي. بصوا ده اللي هو الصيني السعودي. دي الموديلات اللي موجوده عنده زي ما انتم شايفينها كده. دي الموديلات اللي هي ايه موجوده. ما شاء الله. كمان شكلها حلو قوي. هم خلصوا بسم الله ما شاء الله. فدول اللي موجودين عنده دلوقتي بسم الله ما شاء الله حلوين قوي. اعمل لهم موديل تاني. ده اللي هو عامل زي العود الكبريت ده. الشكل اللي هو الكبريت الموديل دوت. لكن التانيين خلصوا. اخر 4 هاخدهم لهاجر. فين هم بقى ال4 التانيين؟ اهو اخر 4 وهم كمان صغيرين في البيس. هم بسم الله ما شاء الله يعني اتاخدوا. فده اللي موجود. فخدنا الهبه نوع وكمان خدنا لهاجر زي اللي انا واخديهم. معاك 11 خد دول كمان. هنعمل حفله ولا ايه؟ لا هتقلعي المدور وتلبسي المربع. بس شكلهم حلو. بص حطيتهم في النص. هم دول ايه تاني؟ بقولك خديهم بقى الباقيين. الحمد لله. لا بس دول زي دول فاتحين ودول غامقين. اللي هم في ايدينا المدورين الاول لونهم عجيبه يعني وكده. كده يا بنات وجبت الهاجر وجبت الهبه. تمام.
ومبالك زودت الغوايش بتاعتها، عجبها من اللي هي اللون اللي هو اسمها كربين. انا سماها اللي هي عود الكبريت دي، اللي هي شكلها عود الكبريت. هو جنبه فتح الله اهو زي ما انتم شايفينه. فدي الحاجات اللي احنا جبناها، هنطلع عليها برضه نبص عليها ونشوف هتقول رايها. خروف العيد، خروف العيد ده خلينا في فتح الله دلوقتي. حضروا بقى نفسكم للعيد وخروف العيد ولحمة العيد وكل حاجة. قلنا نتمشى بقى ايه فتح الله ونشوف الحاجات اللي ناقصانا. بصراحة انا كان ناقصني مكرونة ورز وسكر ما كانش عندي، فقلنا نجيبهم بالمرة ادام احنا جنبي منه وكده. كنت انا متغدية مكرونة كده ايه بالدقة وعملت لي حمو جامد جدا. فصباح جابت لي زبادو بالشاي الاخضر، فبتقول لي خدي دوقي قبل ما تفتحي الازازه يمكن ما تعجبكيش. قلت لها لا انا عايزه اي حاجه وخلاص تهبط النار اللي جوايا. فهنا جينا عند الاسماك، يعني سمك فيليه زي ما انتم شايفين، وجمبري جامبو، وكمان اللي هي شوربه سفود بتبقى مشكله كده، وانواع من الجمبري والسمك والكابوريا المخليه وحاجات كتير جدا موجودة زي ما انتم شايفينها بالطريقة ديت. فقلنا ناخدوا ايه فكرة ونتمشى نجيب ايه الحاجات اللي ناقصاني. بس انا داخلة ايه على حاجات معينة ان انا اجيبها وكده. تمام. فزي ما انتم شايفين طبعا الزبادي طلعت جميلة جدا اللي هي بالشاي الاخضر، ده لبن رايب طعمه حلو جدا. خلاص جبت المكرونة والرز، لو جبتش الرز جبت مكرونة والحاجات اللي ناقصاني والغوايش طبعا اللي انا جبت الهجر والهبة، وده في شغلنا النهاردة.